حتى أسلوب الدكتور مرسي الآن ولا أسلوب الإخوان ولا أسلوب الحكم القائم مطلقا. دخلنا إذن في صلب الموضوع، لكن هذا تناول سياسي. طيب أنا هيدا البهم، إنما هم على عيني وراسي. ما هو الشيء الذي لا ترتضيه في أسلوب الدكتور مرسي والإخوان؟ طب بس خليني أعمل إيه الأول، يعني أجاوب إجابات سريعة على اللي قلناه، الإعلام والشرطة. لا سأتطرق إليهم لاحقا. أصل بحبهم كلهم. مني بحبهم. الإعلام تقول على إعلام، أنا نفسي أبقى إعلامي. خلينا عندك شك إن بنحبك نحن؟ لا أنت جميل. طيب. خلينا نبدأ على ماذا تعترض بأداء الدكتور مرسي سياسيا والإخوان سياسيا؟ لا. أنت لا تقبل البتة مطلقا، لأنني أرى ما هو الشيء الذي لا تقبل؟ أرى أنهم من حيث أنهم ناس طيبين فإنهم أعطوا من أنفسهم طريقة في التعامل مع الأمريكان في الخارج لم تعوق لا تعوق المنهج الأمريكي المطلوب إحداثه داخل مصر. ولذلك أنا يقال هو العكس تماما، ولذلك أن الأمريكان هم سبب وجود الإخوان في السلطة اليوم في مصر. ليسوا سبب، كانوا غصبا عنهم. شوف، الأمريكان لو كانوا يستطيعون ألا يوصلوا الإخوان كانوا عملوا. يعني عم يوصلوهم وين ما كان، ما بيوصلوا، محدش وصل. وعم بيشوفوهم وعم يقعدوا معهم وعم بيزوروهم طبعا، ولو أنا مكانهم وعم يتفاوضوا معهم أستاذ وأجندات وقروض وما إلى هنالك ودعم وتسليح ومقابلات شو بدك بعد أكثر من هيك؟ لو أنا مكان فخامة الرئيس ولو أنا مكان الإخوان هقعد مع الأمريكان. بالعكس، الإخوان كانوا متهمين قبل كده إن دول اللي هيعملوا عداوة بيننا وبين أمريكا وإسرائيل وهيجروا البلد لحرب والمنطقة. لماذا اعتبرت أن الجلوس مع الأمريكان قبل الانتخابات أو قبيل الانتخابات كان نصر من الله وفتح كبير؟ مين قال كده يا عمي؟ أنت بتقول كلام غريب ألم تقل هذا الكلام قبل الانتخابات البرلمانية؟ مين قال الكلام ده؟ سبحان الله، انتوا بتجيبوا كلام منين يا جماعة؟ فين الناس اللي هنا؟ هل هناك من أحد يشبه الشيخ حازم أبو اسماعيل في مصر؟ يشبهني؟ نعم. يعني ايه يشبهني في عم ايه؟ بنغلط نحن بقى، مش عم نعرف إذا أنت عم بتقول ولا في حدا بيشبهك. هلا درجة شخصيات بيعملوا فين؟ ماذا قال؟ طبعا ده يعني عفوا دي، ما هو أنا عارف إن حضرتك بتنقل هذه تخاريف. إيه ده؟ بيألفوا. أنا أجلس مع أي حد، أقعد مع الأمريكان أهلا وسهلا، إنما أنا بتكلم عما يترتب على القعدة. نعم. إنما الأمريكان كانوا يتمنون أن يتم إجهاض الثورة. طبعا. هل تشك بأن الإخوان قدموا وعودا للأمريكان بمجالات عديدة، منها المحافظة على اقتصاد مبارك، منها طبعا محافظة على معاهدة كامب ديفيد؟ دي نقطة خطيرة. نعم. إنه نتيجة الضغط الأمريكي، طريقتي أنا في التعامل مع الضغط الأمريكي لما تكون بطريقة الإخوان، فأنا هعمل، هم عملوا اللي بيعملوه ده خضوعا للضغط. هم كانوا يقدروا يتعاملوا بطريقة أخرى لكن اختاروا هذه الطريقة، فكان مما تؤدي إليه الاقتصاد. إن بدل ما أعمل اقتصاد صناعة وزراعة مثلا، أعمل اقتصاد خدمات وسيطة زي دبي وزي غيره، أو أعمل اقتصاد استثمارات غير محكومة. هل تعلم إن المصري اللي معاه جنسية مصرية، لماذا لا نقول أن سياسة الإخوان الاقتصادية والتجارية، خصوصا أنه معظم قيادات الإخوان هن بزنس مان ومستوردين وتجار، مرتبطة أصلا بالسياسة الأمريكية أو بالاقتصاد الأمريكي؟ لا غير صحيح، وإلا ما كانش الأمريكان سجنوهم وصدروا أموالهم واتهموهم بغسيل أموال. لا، احنا مش عايزين نقول كلام. الأمريكان سجنوهم؟ طبعا، هو مش رجال أعمال. الإخوان دخلوا في قضية غسل الأموال في القضية العسكرية وسجنوا وصدر ضدهم أحكام وصدرت أموالهم، ويقال أنهم خرجوا أغنى مما دخلوا. طيب يبقى قدر الله، لأنهم خرجوا بعد الثورة، يبقى مش بمزاجك ولا مزاجك. أغنى. أنا مش عم بقول إنهم خرجوا، أنا عم بقول أغنى. طيب يا رب، لا يعني هذه مسألة أخرى. إنما هم لا نستطيع أن احنا نفسر الأمور بغير تفسيرها. الإخوان لا شك، أو نظام الحكم القائم الآن لا شك أنه يتعامل بطريقة سمحت للضغوط ولا تزال تسمح إنها بتضيعنا اقتصاديا وسياسيا. أنت بماذا سواء في شأن الحدود الإسرائيلية، سواء في شأن الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر،
سواء بشأن الإجراءات الاقتصادية، كل هذا يعني الترتيبات الأمنية في البحر الأحمر وفي سيناء والحدود الإسرائيلية والأمور لماذا الاقتصادية. تطالب رئيس مرسي والإخوان اليوم بهذا الموضوع تحديدا؟ أنا أطالبه بأن يقرأ ميزان القوة الحقيقي، لأن اللي بيحصل الآن إنه الأمريكان والفلول والسياسيين اللي بيسموه معارضة الآن، نعم، بيستنزفوا الآن عناصر القوة الشعبية الداعمة للتجربة الحالية، بتتسرب شوية بشوية، بينما الأجهزة الجاهزة للانقضاض على التجربة موجودة كامنة، وسلطة الرئيس ممنوعة من المساس بهذه الأجهزة، فهتفضل تضعف الأداة الموجودة معهم إلى هذا الحد لا يزال يخيفكم كابوس مبارك. يعني اليوم مبارك وأولاده وفلول كلهم في السجون وخارج مصر، وأنتم اليوم عايشين في كابوس الخوف من ما يسمى بالدولة العميقة أو مبارك. نعم، مبارك حتى في أثناء وجوده أهون بكثير من أن مش تخاف منه، من أنك تعمل له حساب أصلا. لكن الفكرة أن دي ترتيبة عليها قوة عالمية في الخارج، ويديرها في الداخل ولها أذرع في الداخل من مؤسسات سيادية مخترقة، ومن رؤوس أموال ضخمة جدا، ومن أنظمة عربية تسير معها، ومع جيوش من يعني نظرية مؤامرة في وجه نظرية مؤامرة. هم يقولوا عنكم أنكم تجسدون نظرية المؤامرة وأنتم تتهمونهم. من المؤسف أن يسمى هذا نظرية المؤامرة. ليه بقى يسمى؟ هقول لحضرتك. أنا الآن لما يجي فريقين لكرة القدم يلعبوا في كأس العالم، فأقول لك هذا المدرب أعد خطة بحيث يخترق من الناحية الفلانية ويدير اللعب بطريقة، تقول هذه نظرية مؤامرة. لا، هذه طبيعة مع لبنان. لا أهلاوي ولا زملكاوي ولا فريق آخر في مصر. هذا أمر لا أصرح به، ولكني كنت يوم من الأيام والله هكذا أفعل. ليه حيفان تخسر شعبية؟ يعني خليك معايا بقى، جاوبك على السؤال. أنت كمان بتعرف تتوه الإجابات، وتخليني أجاوبك. أنت مع مين؟ أنت مشجع لأي فريق مصري؟ والله دلوقتي أنا مش فاضي أشوف حاجة. بضل عندك عاطفة تجاه فريق معين؟ يعني لا أصرح بهذا الحق. ليه؟ والله هذا ما يحدث، يعني لا أصرح به عادة. على كل حال، إنما أنا يعني لاعب قديم لكرة القدم. يقال إنك زملكاوي، ويقال أشياء أخرى، وأترك الناس أكيد مش أهلاوي. شفت لأنه الأطرس ما بيحبوه. بس خلي بالك إني دائما سأكون من يبطل هذه الأساليب في التعرف على الإجابة. شوف سيدي، لا الألتراس من قال يا أخي لا يحبونني؟ سبحان الله، أنتوا يا أخوانا الألتراس إحنا كان عندنا من حوالي أسبوعين ألتراس أهلاوي، ألتراس زملكاوي، بتضلك أنت وياهم والله. طب دي معلومة، أنت بتقول لي كلام هايل. ألتراس أهلاوي، احنا كنا قاعدين من حوالي أسبوعين أو 3 أسابيع جلسة، هم شرفوني في المكتب وجلسنا جلسة. لا يعني شوف، أنا الحقيقة بحب الكلام اللي يبقى مبني على الواقع سليمة، وبعدين نختلف في موقفي منها، إنما واقع أصلا ما حصلتش خالص. مين قال كده بس يا ناس؟ مهم، أنا نسيت أصلا بقى السؤال والجواب، وفاصل ولا نواصل، ومش هينفع. لا هنواصل. احنا كنا بنقول إيه؟ احنا راح مننا الكلام.